فك دقيقة إذا ممكن مداخلة. معاوية حديث الخلافة من بعد النبي 30 سنة، من يدخل بها ب30 سنة؟ هذا حديث ضعيف أبو كريم. لا صحيح وله عدة طرق، وابن تيمية استشهد بالحديث وكل علماء السنة استشهد، وأبو عائشة موجود اللي هي عن مولى سفينة. سفينة مجهول، سفينة مين؟ لا مجهول. سفينة مولى رسول الله وليس مجهولا أبدا. الآن من يدخل به 30 سنة؟ يا أستاذ من قتل 13,000 مسلم في ما عليك الآن من قتل. رسول الله قتل آلاف من الكفار والمشركين. الإمام علي قاتل على التأويل كما بالحديث صحيح، أنت تقاتل، أنا قاتلت على التنزيل وأنت يا علي تقاتل على التأويل، فقتال علي بن أبي طالب عليه السلام كقتال رسول الله للمشركين نفس الشيء. فإذا الآن سؤالي لك، من يدخل في خلافة 30 سنة؟ تفضل. إذا عبيد الله بن زياد قتل على الحسين تأويل من علي. سؤالي لك، من يدخل في حديث سفينة 30 سنة؟ من يدخل بها؟ إذا عبيد الله بن زياد قتل الحسين بتأويل علي. إذا علي لا 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 لا، ما قال النبي إن عبيد الله زياد يقاتل على التأويل، فقط علي بن أبي طالب يقاتل على التأويل. يلا خليفة علي خرجوا علي. لا تهرب من سؤالي. من يدخل في الحديث حديث السفينة، حديث سفينة من يدخل به 30 سنة؟ يا رجل أنت عم تقول علي خليفة شرعي. سؤالي واضح. أنت بما أنك من علماء الشام، من يدخل في 30 سنة وبعدها يكون ملكا عضوضا؟ من يدخل بال30 سنة؟ عدد لي الأسماء. حديث ضعيف. أعطيني ضعف الحديث تفضل يا علامة زمانك. أبو عائشة حديث الخلافة 30 سنة ضعيف؟ ضعيف يا رجل ضعيف. نسأل العلامة أبو عائشة حديث سفينة ضعيف؟ اعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين. أحسنت. إذن ليس ضعيفا، لأن أحمد بن حنبل وابن تيمية لا يستدلون بالضعيف أبدا. في خلاف. الآن من يدخل في 30 سنة؟ تفضل. سكتت ما تعرف الجواب. ها 30 سنة من هو يدخل ب30 سنة؟ واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبت على الأمر في تقديم عثمان وعلي، واستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من أهله، ونهى حتى عن مناكحته. أحسنت وأجدت حمار أهله. أبو عائشة كمل الجملة. يعني هذا معاوية لا يجوز مناكحته من المسلمين أبو عائشة؟ والله يعرف هذا ما حد ياخذ العاقل والله ما ياخذ. علماء السنة والمعرفة والتصوف هذا لازم تطلق زوجته، لأنه لا يجوز نكاحه. وقال ابن اريد اسال ابن عبد العز يقول: زوجته بعد عثمان وعلي بايع الناس عليا صار من حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة. نعم. رضي الله عنه. أحسنت. هذا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. يقول: سمعت أبي رحمة يقول: السنة في التفضيل الذي ندب إليه ما روي عن ابن عمر أنه يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأما الخلافة فندب إلى حديث سفينة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء، فنستعمل الحديثين جميعا ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. الحديث رقم 1401. سألت بالفضل أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال أبي رحمه الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قوم يقولون إنه ليس بخليفة. قال: هذا قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون له: يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة. قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة؟ فقال أبي: إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع.
قوله خبطتنا فتنة التواضع بذلك، وإلى آخر الحديث اللي موجودة في الخلفاء الأربعة في خليفة حديث سفينة. تفضل معاوية، أين ضعف الحديث؟ بس تفضل علي القديمي. اخواني بس اشكروا الاخ، ادعوا للاخ سجاد. بس لحظه القديمي، بس ادعوا للاخ سجاد حميد الله يبارك فيه الصديق عليه السلام 100 دولار نيابه عن روح الشيخ احمد الامامي، و100 دولار. تفضل يا قديمي، اسكت معاويه. تفضل قديمي. رحمة الله على والديه، الله يجزاه خير ويعوض عليه يا رب. الله يعوض عليه. معاويه الله يخلف عليه خلف طيب. يا ابو معاويه يخلف عليه.